المشكلة دي بتتكرر معانا كتير قوي قوي، يعني كستات بيوت على طول سلقنا فراخ ومش عارفين نعمل جنبها خضار ايه، والولاد زهقوا من كتر الخضار مثلا الموجود او المتكرر، وعايزين نعمل حاجة برضو ما تاخدش وقت كتير وفي نفس الوقت تكون جميلة وكل افراد الاسرة يجتمعوا عليها ويحبوها. جالي اقتراح من حبيبة لينا لما عرضت المشكلة دي في بوست. تيتا دادو قالت لي اعملي يا ام عمار ملوخية وكشك او لوبيا ولسان عصفور، فانا على طول قلت لها تصدقي كانت غايبه عني الفكره دي. بالفعل عملت كشك المص بطريقه جميله جدا جدا، طلبتها مني كتير وانا نزلت الفيديو ده كذا مره، بس عشان في حبايب ليا جدد لسه داخلين في الصفحه قلت انزل لهم الوصفه ونعملها بالتركات الاصليه بتاعت امي رحمها الله، ونفكر الناس كده باكلات الزمن الجميل ونفك ازمه كده بالشوربه بتاعتك. هتعملي طبق كشك وطبق ملوخيه وتغمسي عيش مع طبق مخلل جنبها والفراخ، واحلى اكله، او ممكن رز ابيض جنبها. يلا بينا نشوف اسرار اكلتنا النهارده. واشكرك جدا يا احلى تيتا في الدنيا، واشكر كل حبايبنا اللي قالوا لي على اقتراحات حلوه كتير جدا. البوست ده يبقى مرجع لينا كلنا صراحه في الازمات، يعني قالوا اقتراحات حلوه قوي، يعني ابقوا شوفوه. جبت كده شويه زيت ومعلقه سمنه حلوه، ونزلت بقى ببصل مقطعه، يا اما تقطعيه بقى حلقات يا اما حتت صغيره كده. انا قطعته زي ايه، الورد بتاع الكشري كده، اللي هو التقطيع الكاروس صغير. خلاص، وهبتدي بقى ان انا هحمره بقى تحمير ليوصل للون الذهبي بتاعي. دي اول مرحله انا عملتها. الفراخ بتاعتي على النار خلاص بتتسلق اهي، هبتدي بقى اطلعها من الشوربه واركنها بقى على جنب على ما البصلايه بتاعتي تتحمر. خلاص البصله بتاعتي خدت اللون الذهبي الحلو، هاخد بقى نص البصلايه دي عشان ابقى ازوق بيها اطباق الكشك الجميله، والنص التاني هنزل عليه بالشوربه بقى بتاعت الفراخ. وكان عندي كيس شوربه بط في الفريزر كده، طلعته برضه علشان ايه، دايما الكشك بيحب الشوربه الدسمه الحلوه. هي على فكره هو يمشي بالشوربه الفراخ عادي جدا، كانت حماتي الله يرحمها على طول بتعملها بالفراخ، وماما حبيبتي الله يرحمها. خلاص غسلنا بقى رز ابيض حوالي كده كوبايه، لان انا هعمل كميه كبيره شويه عشان يكفي بقى اليومين، وهو غموس بقى صراحه بيبقى جميل قوي والله العظيم، بنفطر بيه وتتعشي بيه في منتهى الجمال زي البصاره كده، بس طعمه حلو قوي. ونزلت ونزلت بيه طبعا يغلي مع الشوربه دي. طبعا انا نقلتها بقى في الحله اللي كان فيها الفراخ علشان ايه اوسع وياخد راحته في الرز ياخد راحته في الغليان. نزلت بقى بكوبايتين زبادي مع لتر حليب. ده لو انت هتعملي كميه كبيره، لكن لو هي نص كوبايه يبقى كوبايه زبادي ونص لتر حليب، والباقي شوربه عادي جدا. خلاص سبته بقى يستوي بقى معايا ويغلي كده، والرز بتاعي يبقى تمام التمام. جبت بقى معلقتين دقيق كده مع عليهم بقى ميه او لبن اللي هو الحليب يعني براحتك، ودوبتهم وتنزلي بيهم، ممكن نشا كمان، يعني ساعات كنت بعمل نشا. خلاص، وانزلي بيهم بقى على الرز كده بسرسوب كده رفيع، خط رفيع كده، ومع التقليب لغايه لما يربط معايا ويتقل. وادي شويه الملوخيه بتاعتنا الجميله باسرارنا الحلوه. وغرفي بقى، غرفت بقى الكشك بقى والملوخيه، وطلعت طبعا طبق مخلل مشكل بقى كده جنب الاكله، بس طبعا نسيته طلعته يعني لما وانا بحط على السفره بقى حطيته. وكانت اكله جميله، واكله من اكلات الزمن الجميل والدفي وحلوه، بيتاكل دافي بيتاكل بارد، عايزه تسخنيه تاني يوم عادي. الكشك الالمظ يا جماعه طعمه رائع، جربوه. وادي فكره بقى خدناها من تيتا دادو. واعمليها بقى الغدا بكره او اي زنقه عندك. وشكرا حبيبه قلبي يا احلى تيتا في الدنيا، وربنا ما يحرمني منكم ولا من اقتراحاتكم ولا من وقفتكم معايا كده دايما في كل وقت يا رب. دمتم في امان الله، وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات عشان ربنا يبارك لنا وناخد الاجر، وشير عشان الناس تستفاد بالوصفات. اترككم في رعايه الله واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اغلى واحب اخوات ليا.